السلام عليكم وعلى كل الناس اللي متابعانا. ومعانا النهاردة حدوتة فيها من الأكشن ما يكفي لإنتاج فيلم هوليودي بطلها كابتن إبراهيم حسن. المشهد مش محتاج مجهود في التخيل، فندق في دالاس، زحمة، ناس عايزة تتصور، وإبراهيم حسن المعروف بالخال اللي ما بيعرفش يمسك أعصابه لما يشوف الغلط. واقف بيصور طفل صغير مع تريزيجيه، فجأة يظهر ضابط أمن أمريكي فاكر نفسه في فيلم أكشن من الدرجة التالتة، داخل يزق ويشخط في الناس اللي أصلا ما عملتش حاجة. اتطور الموضوع إن حضرتك مسك تليفون الطفل ورماه على الأرض وكسره. هنا بقى إبراهيم حسن ما شافش ظابط، شاف غلط، شاف طفل مصري بيتهان. رد الفعل كان فوري، اشتباك بالإيد، عصبية مصرية أصيلة، خناقة خلت الفندق يتقلب. الناس اللي بتنتقد عصبية إبراهيم حسن أنا بقول لهم استنوا شوية. إبراهيم حسن طول عمره كده، ده محامي ما يقدرش يشوف حد من أهل بلده أو لاعبته بيتمسح بكرامته الأرض. الموقف ده مش مجرد خناقة، ده رسالة إن المصري مش بيسكت. الأجمل من الموقف نفسه هو رد الاعتبار. الراجل أعلن إنه هيعوض الطفل وطلب من أهله يحضروا ماتش أستراليا، والطفل هياخد منه تليفون مخصوص هدية. دي مش مجرد حركة إعلامية، دي أصول. عقبال بقى ما نسمع خبر إبعاد الضابط ده عن الخدمة بفضل تدخل القنصلية، عشان يعرف إن الخال لما بيزعل دالاس كلها بتسمع صوته. وبما إننا في سيرة المنتخب لازم نقف عند الملك المصري محمد صلاح. صلاح مش بس لاعب كورة، صلاح ده حالة كيميائية معقدة. إحنا بنشوفه في الملعب بيتحرك كأنه شاب عنده 18 سنة، بس الحقيقة إن ورا الأداء ده تضحية تفرس أي حد. تخيلوا إن صلاح اللي العالم كله بيحسده على مستواه محول بيته لمركز أبحاث طبية، أوضة تبريد، أوضة أكسجين عالي الضغط، أجهزة استشفاء، جيم متكامل. ده مش بيت، ده مركز تأهيل طبيعي. كان ناقصه يركبوا يافطة برا البيت يستقبلوا الحالات. صلاح في تصريحاته وصف بيته بالمستشفى، وده مش مبالغة، ده احتراف. أما الأكل بقى ده حكاية تانية خالص، خضار، فاكهة، سمك مشوي، فراخ، وابعد يا ابني على المقليات. صلاح بيتعامل مع جسمه كأنه استثمار بمليارات الجنيهات، وأي غلطة في البنزين اللي بيدخله في جسمه معناها خسارة. ويقولك بيعمل يوجا وتأمل. تخيلوا صلاح اللي بيجري ورا الكورة 90 دقيقة بيقعد يمارس التأمل. ويا بخت اللي بيعرف يهدى. احنا هنا بنتعصب لو الموبايل علق، هو بيعمل يوجا عشان يهدي أعصابه للماتش اللي جاي. منتخب مصر هيلعب مع استراليا النهاردة الساعة 9. الماتش ده ليه طعم تاني مختلف. احنا داخلين الماتش ده مش بس عشان نكسب، احنا داخلين نرد اعتبار. في حالة غضب موجودة بعد حكاية دالاس دي، وحالة ترقب للي هيقدمه صلاح والفريق كله. إبراهيم حسن بموقفه ده شحن المنتخب. اللعيبة شافت مدير كورتهم واقف بيدافع عنهم وعن الجمهور، وده بيخلق روح في الفريق ما تتقدرش بتمن. الماتش ده هيكون اختبار لقدرة المنتخب على تحويل الغضب لأهداف. استراليا فريق قوي، بس احنا عندنا توليفة غريبة. عندنا إبراهيم حسن اللي بيولع الدنيا حماس، وعندنا محمد صلاح اللي بيبرد الأعصاب وبيركز في الهدف. التناغم ده هو اللي هيخلينا نحلم بالفوز. احنا مش جايين هنا عشان نتصور سيلفي ونمشي، احنا جايين عشان نثبت ان الكرة المصرية فوق الجميع. في النهاية الناس بتسأل هو ليه صلاح وإبراهيم حسن رغم الاختلاف في كل حاجة هما الاتنين أيقونات في مصر؟ الإجابة بسيطة، الصدق. إبراهيم حسن صادق في عصبيته، في حبه لبلده، صادق في دفاعه عن الغلابة. صلاح صادق في التزامه، صادق في حلمه، صادق في إنه عايز يفضل رقم واحد. هما الاتنين كل واحد بطريقته بيعبروا عن الروح المصرية اللي ما تعرفش مستحيل. احنا شعب عاطفي، بنحب اللي يدافع عننا بقلبه، وبنحترم اللي بينجح بشغله وتخطيطه. الماتش هو فرصة عشان نشوف الروح دي على أرض الملعب، سواء كسبنا بقى ولا خسرنا، ده بعيد عن التريقة. الأهم هو إننا نشوف منتخب بيحترم التيشيرت اللي لابسه. يا جماعة ماتش النهاردة محتاج أعصاب حديد. سيبكم بقى من التوقعات، وسيبكم من المستشفى اللي صلاح عايش فيها، وسيبكم من خناقة دالاس. المهم هما 90 دقيقة اللي هنشوف فيها ولادنا بيحاربوا على كل كورة. أنا شخصيا متفائلة. ليه؟ لأن المنتخب ده عنده كتيبة، عندها اللي بيحميها برا الخطوط، عندها قائد بيعرف يخلص جوه المرمى،
ولو الضابط الأمريكي ده بيتفرج على الماتش ياريت يركز في التليفون اللي هيتكسر في الماتش، وهو مرمى استراليا اللي هيتحطم اجوان. سؤال ليكم قبل الماتش، هل تفتكروا ان الحماس اللي ولعه ابراهيم حسن في دالاس كفاية عشان المنتخب ينزل ياكل النجيلة، ولا محتاجين خطة تكتيكية تانية خالص؟ مستنية رأيكم، وأرجوكم خلونا نتكلم كورة بعيد عن التوقعات الساذجة. اللي عنده تحليل يطلعه، الصحة ليكم. نسيت أقول لكم على حاجة، في أخبار بجد عن إن الشرطي الأمريكي ده اللي حاول الاعتداء على الكابتن إبراهيم حسن إنه هيتم إبعاده فعلا بعد تدخل القنصلية المصرية، وده لأنهم اعتبروه إنه إهانة للقيادة المصرية الممثلة في إبراهيم حسن، واتقال إن القنصلية المصرية ترفض بكل شدة أي اعتداء على أي مصري من أي حد، حتى لو كان عمل أي غلط يبقى فيه قانون ومراجعة، وإن اللي اتعمل ده كان فيه إهانة للمصريين، والقنصلية ترفض أي إهانة، وخصوصا إنهم ضيوف على أرض الولايات المتحدة. لما نشوف هيحصل إيه، يا رب الكلام يصدق صح ويتعمل إن يتباعد الشرطي الأمريكي ده، أو على الأقل يتوقف لفترة ويكون يعني حاجة عشان يتعلم بيها الأدب، ويعرف إن المصريين ليهم قيمة، مش أي كلام وخلاص، مش كل من هب ودب هيتطاول علينا. مستنيينكم النهاردة تقولوا لنا إيه رأيكم، اللي حصل ده كان مع حق فيه ولا لأ، وإيه رأيكم في اللي عمله محمد صلاح في بيته وفي حياته. فعلا الالتزام بيوصل، النظام بيوصل، وده اللي خلى محمد صلاح النهاردة هو رقم 1 وعايز يفضل رقم 1. يا رب كلنا ندعي كده في التعليقات لمصر إنها تكسب النهاردة في الماتش، ويا رب في كل ماتش دايما. لغاية هنا خلصنا حلقتنا، أقول لكم إيه، السلام عليكم، ومستنية اشتراككم في القناة والتعليقات اللي هتتوقع نتيجة الماتش، أو قول لنا كمان إيه رأيك في اللي عمله إبراهيم حسن، مع حق ولا أنت شايف معهوش حق. وأقول لك على حاجة كمان، اعمل لايك للفيديو، وياريت كمان تشيره، هنبسط قوي باللايك اللي هتعملها، وتشجيعكم لينا هيخلينا نستمر. السلام عليكم.